ازيكم عاملين ايه؟ انا عز محمد، وانا النهارده بشرح بنترست تسويق المحتوى، والشرح ده بالعاد ونسبار وفي بي اس. خطط الشركة بتقدم لك خطط سنوية وخطط شهرية، خصم 50% من موقع دكتور الفرفة. وطبعا لو انت بتسوق او بتعمل بتشتغل محتوى، صانع محتوى، فانت محتاج برامج عشان تساعدك في التسويق او صنع المحتوى. هتلاقيها متوفرة عند دكتور فرفر، مجانية تماما. ونبدأ الشرح بتاعنا. ده كانفا، اكونت كانفا طالب، عشان بستخدمه ان انا اعمل ديزاين، وكمان استخدم الحاجات البريميوم اللي فيه. ومحتاج شات جي بي تي وجوجل جيميناي. هنكتب البرومت بتاعتنا. انا النهارده اختار نيتش مثلا سكين كير، وابدا ان انا اشتغل بيه على بنترست. هنا لو انت مش فاهم احنا بنعمل ايه، ده برنامج اسمه كيورد ريسيرش برو. مهمته بكل بساطة إن هو بيعمل لك على بحث على جوجل بالكلمة اللي أنت بتبحث عليها، بيعمل لك عليها أوتو كومبليت للكلمة. فهو هنا بيكمل لك الجملة اللي أنت بتبحث عليها. مثلا أريد شراء سيارة، فهو بيعمل لك أريد شراء سيارة 24 2024 2023 2022، وهكذا. بيجيب لك الكلمات اللي هي بتعمل لك كومبليت في السيرش اللي هو بتاع جوجل. أنا هنا وقفت خلاص، أنا اخترت هنا كام كلمة دولت. وأبدأ إن أنا اشوف الدولة اللي انا عايز ابحث عليها. مثلا عندي امريكا، عندي الامارات، واختار اللغة بتاعتي. يعني هنا في كذا سيرش لكذا كذا دولة اجنبية. وعندك الدولة العربية بيدعمها طبعا، بيبحث باللغة العربية على الكلمات المفتاحية اللي انت عايزها. هنا هو بدأ ان هو يعمل لي اوتو كومبليت للكلمات. هستناه يخلص واروح موقف. انا مش هاخد كتير، أنا بس بشرح لك الفكرة بتاعته. وبرضه تقدر تعمل الكلام ده بين جوجل شات جي بي تي او جوجل جيميناي، هيبقى افضل عشان متحدث باستمرار. هنقلهم بالسهم، وابدا ان انا اختار الكلمه اللي انا عايزها، وادوس كنترول سي هياخدها كوبي. احطها على جوجل جيميناي واقول له اديني عنوان، او اديني موضوع، او اديني افكار للهوك المفروض اعمله. هفتح انا هنا برنامج بينفليكس. لو ما تعرفوش، هو برنامج زي البوت، بيعمل بينزل البوستس بتاعتك بتوقيت معين وانت نايم. فهو ده افضل شيء انت ممكن تعمله، ان انت تشغله على الفي بي اس، وتقفل الفي بي اس وتروح تنام، وهو بيشتغل لوحده مع نفسه. مجرد بس انت هنا بتدخل الاكونت بتاعك. وهدخل الباسورد، وهدوس لوجين ان. هدوس لوج ان. هستنى شوية لحد ما يفتح. خلاص هو كده فتح. ده موقع امباكت، تسويق بالعمولة، عليه كذا شركة. تقدر ان انت هنا تستهدف اي منتج انت عايزه. بتتواصل مع الشركة، بتبعت لهم تقول له انا عايز اشتغل معاك. بتكتب الميل او الرد اللي انت عايز تبعتهم له، رد رسمي كده شيك من على جوجل شات جي بي تي، وهيقبلوك. يعني شات جي بي تي هيديك رد اللي هو الرد المقنع. لو عايز البروموت هسيبهولك برضه.
ولو مش عارف طريقة التسجيل امباكت برضه عرفني في الكومنتات، برضه طريقة سهلة جدا والشركة بتقبل ما بترفضش. لو انت حتى مش لازم ان انت تستخدم في بي اس او تستخدم في بي ان عشان تقدم، الشركة متاحة ان انت تشتغل بيها في مصر. وكمان الشركات الموجودة عليها، في شركات شغالة بتوصل لكل دول العالم. انا من هنا سينج عادي بجوجل اكونت. انا مسجل عليه اصلا، بفتحه بجوجل على طول. دي الداشبورد بتاعتك. هتروح واللينك اتفتح كم مرة. بيبقى هنا في التراك بتاعك عشان تعرف انت عملت ايه وكم واحد دخل، كل شيء. هنا دي عروض من الشركات. هنا لو عايز تبحث عن شركة معينة بتدور عليها هنا. وفي عندك البراند. هنا في البراند، الماي براند، دي الشركات اللي انت متعاقد معاها. عندك شركة زي شركات نمشيب موجودة، عندك شركات في الملابس موجودة، عندك شركات تانية في الذهب والفضة. عندك شركات بتبيع اكسسوارات سلاسل. بعد ما خلاص ما جبت العرض بتاعي من امباكت او اي شركة تانية، وعايز اسوق للمنتج ده، فكل اللي انا هعمله ان انا هفتح برنامج البوت بتاع بنفليكس. هدوس على الصورة بتاعتي بتاعت الاكونت اللي موجودة في البوت. هيبدأ ان هو يفتح لي الداشبورد بتاعتي ويجيب لي كل البوردات اللي عندي ان انا اعملها. هو لسه بيحمل معايا. هنا بظبط التايم بخليه 10 وهنا 30 دقيقة في الاند. تحت بحط العنوان وتحت بحط الديسكريبشن. طبعا العنوان انت بالكلمة المفتاحية اللي احنا جبناهم بتحط الكلمات المفتاحية بتاعتك اللي هي العنوان اللي احنا جبناه من keyword research. بنزل اخد الموضوع بتاعي ان انا عملته بالكلمة المفتاحية، وبعد ما اخلص الكلمة المفتاحية ان انا اديتها له بقول له اكتب لي موضوع.
ده موقع من المواقع بتاع العناية بالبشرة سكين كير، موجود على إمباكت. بعد ما أخلص التسجيل بتاعه، لو اتقبلت باخد اللينك الريفير بتاعي وبحطه على بنترست، أو أحطه في الانستجرام أو على أي منصة أنا هسوق عليها. بس الشرح بتاعنا ده على بنترست النهاردة، فاحنا هنستخدم كل حاجة موجودة على بنترست إن احنا نقدر نوصل لأكبر عدد ممكن من الناس المهتمة بالموضوع دوت. وكمان إن السيرش او الاودينس على بنترست 60% اكتريتهم بيفتحوا بنات ومن سن 18 لحد سن 25 سنة. فدي حاجة كويسة. فممكن تستغل في الاكسسوارات الحاجات اللي ليها علاقة بالديكور بتاع المنزل، الحاجات اللي هي خاصة بالبنات ممكن تستخدمها هنا في بنترست. انا حطيت اللينك بتاعي، ببدأ ان انا اختار الصور بتاعتي. مجرد ان انا بعلم على اول واحدة واخر واحدة وبدوس شيفت، بعلم عليهم كلهم، مش لازم اضيفهم صورة صورة، فبينزلوا معايا كلهم. ومضوف بدوس سيف، خلاص هم نزلوا معايا في السيرش ريزلت. واكون معلم على اول بوكس اوتو تو بورد، تمكلي ان هو يحط بعد 10 دقايق او بعد 30 دقيقة لما يعدي الفترة الزمنية، ينزل البورد على طول اوتوماتيك، ينزل الصورة او البوست ان انا منزله. اللي هو هينزله اوتوماتيك خلاص ان انا شغال البوت. عشان اشغل البوت بحول من السهم اللي هو اللي موجود دوت، بدوس على السهم اليمين فبينقلولي على الخانة اللي جنبها اللي هي البندنج واي، عشان يبدأ ان هو دي الصور محطوطة في الجدولة. يبدأ ان هو ياخد منها كل 10 دقايق او كل 30 دقيقة، ياخد منهم بوست وينزله. يبقى كده انت شغال اوتوماتيك وانت نايم، عم بتعمل فلوس وانت نايم. الموضوع مش من اول مرة هتعمل فلوس، الموضوع محتاج صبر ومحتاج مجهود كبير منك عشان تبدأ ان انت تحقق اي ربح من الانترنت. ده برنامج تاني اسمه موني روبوت، بيعمل باك لينك عشان يقوي البحث بتاعك على جوجل عشان تظهر على جوجل اكتر. فانا هنا باخد العنوان بحطه هنا، والموضوع بحطه تحت، والكلمات المفتاحية بجيبها من شات جي بي تي وبحطها، وبربط الكلمات المفتاحية عندي باللينك اللي هو بتاع بنترست أو اللينك الانستا أو أي لينك عندك. ممكن اللينك المباشر بتاع امباكت. البرنامج ده وظيفته إن هو بيعمل لك بلوج، بينزل لك بوست في 300 بلوج، 300 مدونة على جوجل. فالمدونات ديت بتساعدك ان انت ناس كتير بتشوفك، اللينك بتاعك بينتشر. فده سبب من اسباب ان انت بتخش تلاقي فيه فيوهات على الحاجة اللي انت بتنزلها. وكمان انت بتظهر في النتائج البحث، يعني ممكن اي حد يسرش على الكلمة المفتاحية سكين كير دلوقتي ممكن يلاقي اللينك بتاعي انا اللي موجود، وهكذا. ده وظيفة البرنامج باختصار، ان هو بيساعدك ان انت تظهر في محركات البحث بتاع جوجل. انا بعد ما اخلص خالص بدوس سيف، وبيبدأ ان هو خلاص ده التيم ده اتحفظ. وبدوس ستارت تاسك، وبيبدأ معايا ان هو يكريت لي اكونتات الاول على الموقع دوت على البلوكات المدونات. وبعدها بيبدأ ان هو ينشر البوستات ديت، وبيديك لينك كمان للبوست بتاعك هو نزل، بيديلك اللينك بتاعه، وبيديكي الايميل والباسورد المدونة ديت اللي اتعملت عشان ان انت عايز تخش كمان عليها تخش. فاللي هو بيكريت لك اكونت وانت ما بتعملش اي حاجة، هو بس شغال لوحده.
فانت عندك البرنامج ده مهم، وعندك بينفليكس مهم، وعندك كيورد ريسيرش ده مهم. ولو مش عايز تستخدم كيورد ريسيرش ممكن تستخدم شات جي بي تي او جوجل جيميناي. فالحاجة الوحيدة اللي انت ممكن تتعب فيها هي موضوع كانفا الحساب الطلاب مش مجاني، في ناس بتوفره بمبالغ رمزية. ممكن تكلمني واشوف لك حد من اللي بيوفروا الاكونتات ديت. لو انت هتشتغل حاجة فري يبقى هتشتغل حاجة واحدة. وظيفة كانفا اللي انت مش بتعمل بوست واحد، لا انت بتكري 60 بوست في الدقيقة، بكابشن مختلف، آه، بأشياء تانية، بتايتل مختلف. يعني الكود واحد مش بيبقى 2 كود، لا بيبقى فيه 3 كود، عايز تحط 4 كود زي ما انت عايز في البوست بتاعك، الديزاين بتاعك. فده بيوفر عليك وقت أحسن ما تقعد تفتح الديزاين تغير الحاجة التاني تالت ورابع، فبياخد منك وقت. بس سهل ان انت تعمله حتى بالفوتوشوب او اي برنامج فري تاني. زي ما انت شايف هو هنا بيكري دوت الاكونت ويديك الباسورد ويستنى الكابتشا بيحلها. هي كل البوستات دي نازلة بلينك واحد، بعنوان واحد، ديسكريبشن واحد، بس الصورة مش واحدة، الصورة مختلفة فيها كابشن مختلف. بدوس على الماي براند وبختار كرييت لينك على الشركة اللي أنا اتقابلت فيها، وأدوس كريت لينك ويبدأ إن هو بيديني اللينك بتاعي إن أنا هسوق عليه. ده اللينك بتاعك الريفيال اللي هتحسب عليه الكوميشن باللي أنت هتاخدها من الشركة لو حد سجل من طريقك أو اشترى من طريقك أو نزل حتى ابلكيشن أو دفع أي حاجة كريدت أو على حسب العرض اللي هو بيبقى موجود. هنا دي عروض موجودة. لو عايز أشوف شركة تانية، في عندك شركات زي شركات الفاشن وبس. يعني هنا في كل حاجة موجودة تقدر تشوفها هنا ممكن تقدم طلب لإمباكت، بتسيب الرسالة بتاعتك اللي بتاخدها من شات جي بي تي، بتقول له اكتب لي رسالة تسويقية لشركة كذا، ويبدأ إن هو يديك رسالة فورمال جدا بتحطها له، وبتستنى الرد في خلال يوم أو يومين. بيجيلك على الميل بتاعك على الجيميل، أو بتلاقي النوتيفيكشن على إمباكت موجودة. وده شرحنا النهاردة خلص، والشرح اللي جاي هنتعمق أكتر إزاي بقى نسجل في إمباكت أو أي شركة تانية بتسويق بالمحتوى للمنتجات بتاعتها. ولو أنت عندك سيستم أفليت فتسوق له إزاي للمنتجات اللي أنت شغال معاها. وده شرح بتاع دكتور فرفر وشركة وينس بارو في بي إس. والسلام عليكم.